أنا من اللي يؤمنون أن الرب في الدنيا في الآخرة يحاسب الناس على أساس وعيهم. أفهم هيك جوهر الدين، وأفهم اللي وعيه ومسؤوليته أكبر يحاسبه أكثر من اللي وعيه أبسط ومسؤوليته أقل. احنا في نظامنا اللي درجته أعلى بالدولة لا يتوقع شفاعة إلا على التصرف الخاطئ، لو يهدم هذا البناء كله من راسه على راسه ويقول بي والله اجتهدت خطأ، نقول له طيب مرة ثانية يعود فلان شي فلان شي فلان شي، بل شي تنتبه حتى ما تجتهد خطأ. أما على النوايا السيئة فالحساب في نظامنا اللي أنا موجود على راسه، الحساب للعامل أبسط من الحساب على المدير العام لنفس الخطأ في النوايا السيئة. وحساب الوزير أشد من الحساب اللي يقع على المدير العام أو على الملاحظ. وحساب عضو القيادة القطرية أشد من نفس الدرجة من التصرف الذي يوجب الحساب، أشد من الحساب الذي يقع على العامل أو على المدير العام أو على العضو البسيط في الحزب. والتصرف الخاطئ من قبلي الله لا يرحمكم كلكم إذا ما تحاسبوني عليه أشد مما تحاسبون على تصرف مماثل يرتكبه الرفيق عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، أو طه الجزراوي النائب الأول لرئيس الوزراء، أو طه